لكل فنان قصة وحكاية، وخطوة أولى بيدخل بيها بوابة الشهرة والفن. دلوقتي بوابة النجوم على راديو البوابة. مساء الخير على كل مستمعينا، معاكم بسنت خالد وأكرم المصري وحلقة جديدة من برنامج بوابة النجوم. ازيك يا أكرم؟ ازيك يا بسنت، عامل ايه؟ حابين نقدم بقى ضيفنا اللي معانا النهارده يا أكرم. يعني ضيفنا النهارده من الضيوف اللي انا شخصيا بحب شغلهم، بحب اتابعهم. ضيفنا النهارده مثال يعني للفنان المحترم، وهو دايما بيبقى حريص على تقديم ادوار بتقدم فن محترم. ويمكن اول لما احنا بنشوفه على الشاشه يا بسنت بنحس انه مش بيمثل، وانه على طبيعته، وده طبعا بيدل على موهبته الكبيره اللي لفتت انظارنا كلها. ضيفنا النهارده هو الفنان المحترم جمال يوسف. ازي حضرتك؟ ازيك يا بسنت؟ ازيك يا اكرم؟ متشكر جدا على المقدمه الجميله دي. ده اقل كلام يتقال على حضرتك طبعا. انتوا اللي جمال، ربنا يخليك. في البدايه كده يعني حابين نتكلم عن اول عمل ليك في مجال الفن. عموما كان ايه واجرك كان كام؟ اهم حاجه الاجر. اول اجر. اهم حاجه الاجر، مش اخر اجر. يعني اخر اجر قولوا لي بيني. انا اول حاجه اشتغلتها كنت طالب لسه في الكليه مع الاستاذ صبحي بالعربي الفصيح. كنت باخد 60 جنيه في الشهر. كنت ده اول حاجه، بس كنت لسه طالب. لما كان اول حاجه في الدراما كان مسلسل زيزينيا، وكان اجري في الحلقه 100 جنيه. ده كده مبلغ، ده كان يعني طبعا كان. طب يعني نبتدي واحد يعني 60 عملنا بيهم ايه، وال100 عملنا بيهم ايه؟ ال60 كان شيء عبقري بالنسبه، طبعا ما كانت فلوس قليله جدا بالنسبه ان احنا ايه يعني ساعتها كنا في الكليه بندرس وافضل خارج. انا من سكان مدينه حلوان، فلما اروح الكليه الصبح واقعد مستني بره في الشارع لغايه بالليل عشان خاطر اروح المسرح، عشان لو رجعت تاني حلوان مش هلحق ارجع المسرح تاني، وهصرف مصاريف كتيره. فكان ال60 جنيه دول بالنسبه لي يعني كانوا ايه حياتي. لكن كانت ايام جميله والله، كنا عايشينها حلوه، وكان كلها ضحك وهزار وكان معايا ممثلين كتيره جدا معروفين دلوقتي كمان. طيب يعني طبعا مش هنقول اخر اجر كام بقى. حابين انت نعرف، تبلغ عن الضرايب. حسيت انا. حابين نعرف من حضرتك، هل كانت من احلامك بقى من الطفوله ان انت تخش المجال الفني؟ وكنت بتقف، بنشوف فنانين كتير بيقولوا انا كنت بقف قدام المرايه وافضل اقلد والكلام ده. هل كانت من احلام جمال يوسف ان هو يبقى ممثل وفنان مشهور؟ انا عمري ما حلمت باي حاجه غير ان ابقى ممثل. ده من طفولة. ولا ابقى ضابط شرطه ولا دكتور ولا مهندس ولا اي حاجه. وطول عمري من وانا طالب بشتغل دايما مسرح في المدرسه. بشتغل مسرح في مركز الشباب اللي هو جنب البيت عندي. بعد كده لما دخلت الكليه بقيت في الكليه، لغايه لما جه الاستاذ صبحي عمل اعلان عن فرقه سود 80 سود الممثل، قدمت فيها ونجحت. عمري ما تمنيت ان اكون اي حاجه غير ممثل. طب كلمنا بقى عن يعني مسيره او حياه جمال يوسف من الطفوله بقى والدراسه. يعني حابين نعرف الناس اكتر بجمال يوسف. بص انا اقول لك الصراحه، يعني انا اولادي هيبقوا سامعين دلوقتي، فلازم اقول لك ان انا كنت شاطر جدا. اكيد كلنا كنا شاطرين. احنا عرفنا يعني فما تسالنيش في موضوع. لا يعني كنت مشاكس في الدراسه، يعني ما كنتش، بس كنت بنجح. بس في أي مرحله بالظبط؟ في كل المراحل. في كل المراحل ما شاء الله. في كل المراحل. يعني ما كنتش متفوق يعني في الدراسه، بس كنت بنجح. بس في نجاح اهو. يعني كنت بحب ان انا كان هدفي دايما ان انا التمثيل. وكنت دايما بصاحب وانا صغير الناس اللي اكبر مني. يعني مثلا مخرج اكبر مني، ممثل من اللي هم مش معروفين، يعني اللي هم عندنا في مركز الشباب اللي انا كنت جنب البيت عندي، اللي كنت بمارس هوايتي فيه. ولما دخلت الكليه بقى يعني خلت الموضوع بالنسبه لي اكبر. كلية ايه؟ انا كنت خريج تربيه نوعيه. تمام. وكنت انا تاني دفعه تقريبا في الكليه ما كانش فيها مسرح، فعرضت على عميدة الكليه ان انا نعمل مسرح وكده وبتاع. فجبت المخرج اللي كان بيخرج لي في مركز الشباب اسمه ضياء عبد الحميد، هو اللي اخرج لي هناك، ان كان عارف قدراتي يعني. وخدت ممثل اول 4 سنين، وابتديت اخش شباب جامعات واشوف مسرح كتير. وبعدين الاستاذ صبحي كان عامل ساعتها زي ما قلت لك، محمد صبحي
فرقه صوت الممثل، رحت قدمت فيها. فبقيت كل يوم بشوف عنده 3 عروض، بنشوف وجهه نظر وهو بيعملها، وبنشوف بالعربي الفصيح. انا كنت المجموعه الثانيه من بالعربي الفصيح، وبنعمل مسرحيه اسمها الزياره الدوريمات بطوله سناء جميل وجميل راتب. فدخلت حياه تانية خالص، بقيت اشوف الناس دي على الحقيقه. يعني انا كنت مبهور مبهور طبعا. أيوة طبعا. كنت حاسس الناس دي بلاستيك، يعني انت فاهمني، ان هم ما حدش ينفع يعني يمسكهم ولا يلمسهم ولا كده. كنت فرحان جدا، فاستفدت جامد. او الفتره دي كانت فتره الجامعه دي بالنسبه لي كانت فتره ثريه جدا، ان انا اقرا كتير كمان، وان انا اشوف مسرح كتير. استاذ صبحي بقى كان يعني فادنا ان ثقافه جامد جدا في المسرح. مش ان انت ممثل زي ما انت صغير مثلا في اعدادي او ابتدائي نفسك تطلع في التلفزيون، نفسك تبقى ممثل. فلما تيجي تقول لواحد من اصحابك انا عايز ابقى ممثل ولا كده بتاع، يقول لك انت اقرا هتطلع ممثل ازاي؟ ده كل الممثلين يعني محمود عبد العزيز بقى شعر وبتاع وكلام من ده. لكن الاستاذ صبحي يعني غير فكرنا ان الممثل لازم يكون مثقف الاول وهيبقى كويس لو هو موهوب طبعا. فتعلمنا منه حاجات كتيره بصراحه. لسه هنتكلم طيب طبعا يعني عن فكره الفنان محمد صبحي في حياه حضرتك، بس يعني قبليها ايه اكتر عمل انت فخور انك عملته، وايه العمل اللي ندمان عليه؟ ايوه انا في اعمال ايه ده، هو السؤال صعب للدرجه دي؟ انا ما كنتش اعرف. في اعمال ندمان عليها كتيره جدا، بس كنت بعملها عشان الفلوس، عشان انا طبعا يعني ده في بدايه مشوارك الفني. ولغايه دلوقتي والله ساعات كتيره بعمل حاجات انا ببقى ندمان عليها، بس انا ورايا بيت وولاد. بس تبقى عارف من الاول ولا ببقى عارف؟ ببقى عارف. طب ما نقول ما كنتش عارف عشان لا ما اقدرش، مش عايز اكذب، يعني انتوا طيبين فمش عايز اكذب عليكم يعني. هو عموما يعني الحياه يعني بالنسبه للناس كلها ساعات بتجبرك على ظروف انت مش حاببها. بس لا، وبعدين انا قبل الجواز كان شيء، وبعد الجواز طبعا في مسؤوليه بنتي لما هتطلب مني حاجه او ابني او حاجه مش هقدر ان انا يعني حاجه على نفسي. والله ساعات كتير عملت حاجات كتيره جدا وكنت بتعب نفسيا فيها، يعني بتضايق. لكن طبعا مسلسلات اشتغلت فيها زي زيزينيا، يعني مبسوط منها جدا مع الاستاذ جمال عبد الحميد والاستاذ اسامه انور عكاشه. نقدر نعتبرها ان هي اكتر حاجه انت مبسوط بيها؟ لا، مبسوط بحاجات والله عملتها كتير. مسلسل اسمتي ونصيبي مع الاستاذ رضا النجار، ده مش عارف انتوا ممكن يعني يكون شفتوه، يعني هو قديم شويه، كان انتاج صوت القاهره. مسلسل مقام المالتي ما تعرضش برضو غير مره واحده تقريبا. انا حظي حلو جدا، كل المسلسلات اللي نصيبي، بس مقام المالتي ده انا ما شفتوش صراحه. ده ما انا بقول لك انا حظي حلو ليه، ان كل المسلسلات اللي انا اجتهدت فيها جدا جدا ما نجحتش وما اتعرضتش تاني. في مسلسل بنت بنوت، في زوجه مفروسه قوي رغم ان الدور صغير، بس انا كنت حابب تيتو اللي هو الساعي بتاع الجريده. ده انا شفته طبعا، كان ادوار مميزه. شهاده ميلاد السنه اللي فاتت مع الاستاذ احمد مدحت، كان دور انساني جدا جدا، وكنت انا حاسس بيه الدور ده جدا، يعني كنت بعمله كده باستمتاع. وفي حاجات طبعا مع الاستاذ اسامه انور عكاشه والاستاذ اسماعيل، بس كانت ادوار صغيره. في حدائق الشيطان كنت عامل وكيل النيابه اللي هو بيحقق مع جمال سليمان، كان دور برضو فيه انسانيه كده. ويعني حضرتك بتحب الحاجات اللي فيها انسانيه زياده، صح؟ وبحب الحاجات اللي فيها كوميديا برضو. ده اكيد بقى. الفنان محمد صبحي كنتوا بتشتغلوا معاه في المجال ده اكتر هو يعني. وهو الاستاذ صبحي عنده ميزه خطيره جدا جدا. انت ممكن ما تكونيش دمك خفيف، بس يعلمك ازاي تطلعي الافيه. حلو ده قوي. يعني هو فعلا بجد، والافيه بادب. عشان كده انا دايما دلوقتي بحس ان ضحكنا او الضحك اللي احنا اتعلمناه او اللي احنا بنضحك عليه غير الضحك اللي موجود دلوقتي. دي حقيقه. طيب يعني ما نقدرش نقول اكتر عمل انت متضايق ان انت شاركت فيه، يعني اكتر حاجه انت حسيت ان انا ندمان جدا ان انا شاركت في العمل؟ هتزعل المخرجين مني وانا لسه بشتغل في السوق وهم لسه بيشتغلوا مش هيشغلوني تاني. لا هو عادي يعني، بس ممكن يكون ضايقك فيه بعض الحاجات، يعني مش لازم المخرج ضايق، يعني مش لازم. ساعات ممكن عملت دور مثلا مسلسل انا كنت اصلع ولبست باروكه فيه، وحسيت ان شكلي كان وحش جدا وان انا ما كانش ينفع اعمل كده. برضو مش عايز اقول اسم العمل يعني، بس عشان هو برضو المخرج ده خدمني في حاجات كتيره جدا، شغلني في حاجات كتيره. بس العمل ده بالذات كل ما بفتكره وشكل الباروكه، انا بحب دايما الانسان يبقى بطبيعته كده يعني. شكل الباروكه وبتاع ما كنتش مقنع، يعني انا كنت حاسس ان انا يعني ايه، وهم اللي اقترحوا عليه او المخرج اللي اقترح عليه. هو عايز يشغلني الراجل، والله ما ده اللي مزعلني، ان هو كان عايز يشغلني، كان قصده خير. ان انا بعد كده في مرحله تانية انا بعملها وانا شكلي كده. لكن المرحله الاولانيه دي كانت مرحله طويله جدا، كانت حوالي 18 حلقه من المسلسل كله.
وبعد كده لا ده انا هشوف ايه المسلسل اللي كان والله شكلي بقى بالشعر يعني كان حاجه غريبه جدا، عارفه شبه تنتان بتاع زمان ده، تحس ان في حاجه كده طالعه في دماغك. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع الفنان الجميل جمال يوسف، لسه هنسأله أسئلة كتير قوي عن مشواره الفني، ولكن بفكركم برقمنا تقدروا تكلمونا عليه، تقدروا تكلمونا على 01960 393، وكمان ممكن تبعتوا لنا على صفحة راديو البوابة نيوز بالعربي أو صفحة بوابة النجوم بالعربي. ابتدينا نعمل بقى صفحة خاصة بالبرنامج عشان الناس اللي بتدور وكده، فيعني حابين تبعتوا لنا أسئلة على الصفحة دي، أو هنقرأ كل حاجة أكيد، واللي حابب يخش معانا أكيد يشرفنا. نروح نسمع أغنية على ذوق بقى مهندس الصوت بتاعنا، نروح نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني. النهارده وانا جايه في طريق لقيت في سواق توك توك كده حاطط ستيكر حلو على الازاز بتاع التوك توك بتاعه، حقه مكتوب عليه ايه بقى؟ ايه؟ I love BB كريم. يا حبيبي انا عايزه اعرف ايه ده بالظبط. عارفه تحسي البنت اللي بتبقى محجبه دي بتبقى بتعمل لوشها التان طبيعي، عارفه انتي التان الطبيعي؟ عارفاه. فتيجي تلاقيها مثلا ايه تان، اول ما تروح تشيل الطرحه تلاقي تان تران تران تان تان حاجه تانية خالص. الله حلوه الفجأة دي. اروى الحرنكشاه دي خضرا. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بقول لك يعني بصارحك القول ان الحرنكشاه دي خضرا. اكتر حاجه بتصعب عليا في البرد ده مناخيري لا تشعر بشيء. سلامتك يا ضناي. شهيصنا يا كاشف. اسمعوا صباحك احلى مع اروى عصام وهاجر هشام كل 3 و4 من 11:30 للساعه 1 الظهر على راديو البوابه. بتمنى لراديو البوابة نيوز انه ياخد نفس الخطة ويبقى قوي زي ما عهدنا بيهم، وتوفيقي ليكم جدا والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يوفقكم جميعا وينجحكم جميعا. شريف منير. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ولسه مكملين معاكم بسنت خالد واكرم المصري، وضيفنا اللي منورنا الفنان الجميل جمال يوسف. الله يخليكم. طيب احنا لسه بنكمل اسئلتنا، ويعني مبسوطين اكيد بوجود حضرتك معانا، ويعني انا شخصيا بحب ان انا معاكم، ده انا اللي مبسوط والله. الله يخليك. طيب نتكلم عن المسرح، واكيد اي فنان لازم يكون بيحب المسرح لان هو يعني اساس الفنون كلها طبعا. فايه رأي حضرتك في المسرح اللي موجود دلوقتي، ويعني ليه مش بنشوفك في المسرح كتير؟ يعني انا بحب المسرح طبعا، بس المسرح اللي موجود دلوقتي غير المسرح بتاعنا اللي احنا اتعلمناه. هو طبعا جميل، وانا بضحك على الولاد اللي طالعين جداد دول، وحاجه عملوها كويس ان هم خلوا الناس ترجع المسرح تاني، لكن فعلا يعني سكتشات يعني بعيد عننا احنا. كنت اقدر اعمل الحاجات دي من 20 سنه وانا صغير عن كده، لكن ما اقدرش اعملها دلوقتي. والمسرح اللي انا اتعودت عليه دلوقتي مش موجود، يعني صعب. يعني انا اتعلمت على ايد الاستاذ صبحي، وبعد كده دخلت مسرح الدوله، اشتغلت مع الاستاذ نجاح الموجي، الاستاذ محمد ابو داوود. يعني فالنهارده هروح اشتغل مسرح، هعمل ايه؟ هطلع اعمل سكتش. هو ده شيء جميل وليه جمهور وكل حاجه، بس مش ده المسرح بتاعنا. يعني يمكن بذكر حضرتك الفنان محمد صبحي كان من تصريحاته عن مثلا مسرح مصر قال يا جماعه ده مش مسرح، ده يعني سكتش كده بيتعمل، لكن محدش يقول انه مسرح.
فانت بتتفق مع الفنان محمد صبحي في ده؟ طبعا هو عباره عن سكتش بس برضه ليه جمهوره، يعني مش بقول ان هو يتلغي ولا ده شيء جميل جدا، واللي بيعملوه لذيذ جدا، وفي ناس بتخش لهم وفرحانه بيهم بتحبهم، لكن مش مسرح، يعني فقره كده سكتش استعراض، لكن مش مسرح. هم بيقولوا ان بيحضرنا عدد كتير من طبعا. الجمهور وبتاع، فطالما بنضحك الناس ده رساله، يعني ده من تصريحات النجوم برضو، كان منورني مصطفى خاطر برضو من نجوم مسرح مصر، وقال احنا بنضحك الناس، ودي في حد ذاتها ان هي رساله. طبعا مع حق، يعني فعلا ان هو يضحك الناس، بس انا برضو محتاج بقى، يعني مش ان انا اضحك الناس بس، لا، ان انا اضحك الناس واديهم فكر وثقافه. ما هو المسرح ده اي واحد بينزل البلد اللي بينزل فيها بيشوف فنونها ايه. لما هلاقي المسرح ده حاجه عظيمه وبتاع وكلام من عندنا اوبرا وعندنا مسرح وعندنا ادب وعندنا، هاخد خلفيه برضو عن مش كل حاجه الضحك برضو. طيب احنا معانا تليفون، وحابين حضرتك بقى اللي ترد على التليفون ده وتقول لنا مين. طيب الو ايوه ايوه مين معايا؟ انا سلمى. ازيك يا سلمى؟ بسلمى اذا تسالها يعني انا سايبك. ربنا يخليها. وانا قلت بقى استاذ جمال هيسمع الصوت دي سلمى على طول، لكن انت بتسالها انت مين يعني؟ اصل انت مخضوضه ودي مش طبيعيه انها تتخض كده. يمكن افتكرت ان انا اللي بتكلم مش عارفه صوتك. ممكن. يا سلمى ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. متابعانا من بدايه الحلقه؟ طبعا اكيد. طيب يعني تحبي تقولي ايه بقى للفنان الجميل بابا بقى جمال يوسف؟ هو فوفي راجل طيب جدا بجد، وبيحبنا قوي، وانا الصراحه سمعت كلام انا اول مره اسمعه، يعني انا وهو بيحكي انا اول مره اعرف الكلام ده، واتاثرت جدا بجد، يعني ربنا يخليك لينا يا فوفي. طب يا حبيبتي بقى يعني تقللي المصروف شويه بقى طالما صعبت عليكي. والطلبات بقى يا سلمى؟ يعني مش قدام الناس. والشوكولاته كتير عشان غلي. لا يا سلمى قد ايه طبعا الاول؟ سلمى 18 سنه. طيب 17 ونص. طيب شوكولاته براحتك، انا لغايه دلوقتي باكل شوكولاته. دي سلمى شوكولاته بس. طب سلمى قولي لي ايه اكتر حاجه بتحبيها الفنان جمال يوسف؟ والله يعني انا لغايه دلوقتي ما شفتلوش يعني حاجه وحشه الصراحه، يعني كل اعماله جميله جدا والله، ويعني في المجال اللي هو المحترم وكده، يعني ما شفتش لبابي حاجه الصراحه مثلا ان انا اتكسف اقول للناس ان ده بابي، يعني انا بفتخر بيه قدام الناس كلها. ربنا يخليه. انا اللي جسمي اشعر يا سلمى والله. انا حسيت اني مش عارفه ارد. انا اللي جسمي اشعر. طب في البيت بقى بابا بيتعامل معاكم ازاي؟ بتحس ان هو بتقعدوا تتكلموا، بيتعصب في البيت ولا لا؟ بيهزر؟ يعني احكي لنا كده. يعني هو بابي الصراحه، يعني بابي كوميدي بطريقه يعني فظيعه، يعني طول الوقت بابي هو الوحيد اللي بيضحكنا. المصروف هيزيد كده يا سلمى. كده في فلوس اكيد. في الجانب العصبي بس، يعني وقت اللزوم، وقت الشده، لكن على طول احنا يعني بابي بجد يعني مريح جدا، مريح في الكلام معاه. انت عارف يا استاذ اكرم، انا ماليش اصحاب، انا اولادي هم اصحابي، يعني ما بخرجش مثلا، ما بروحش اقعد على كافيه مثلا ولا حاجه. ولادي معايا باستمرار. ربنا يخليك. دي حاجه حلوه طبعا. طب بابا اقرب ولا ماما، ولا بلاش الكلام ده؟ لا كده هتبقى في مشاكل. صح، انا شايفه ان احنا طب بيني وبينك بقى. طب سلمى بعد في الفاصل ابقى اقول لك. خلاص اتفقنا. طب سلمى انت محدده نفسك تطلعي ايه ولا لسه؟ والله هو انا خارج يعني الاسره تماما. انا عندي طموحاتي الخاصه ان انا ابقى مثلا مدرسه لغه كوريه. لغه كوريه؟ واللغه الكوريه عندنا في مصر منتشره جدا ما شاء الله. لو سلمى بتغني كوري كويس كمان وخدت جوائز. ايه لا غني لنا بقى يا سلمى. يعني هو احنا مش هنفهم، بس انتي غني يعني. غني لنا حته صغيره طيب. تمام. 너를 아무리 지원해도 함께한 날이 올 마인데 지난 시간이 억울해서 자꾸 눈물이 흐르지만. يعني بصي عشان اجيب لهم يا سلمى. انا لسه كنت اقول لها الترجمه هتنزل امتى. هي الاغنيه دي رومانسيه تقريبا، بس صوتها ما شاء الله حلو يعني. طب ما تغني لنا حاجه عربي يا سلمى، يعني انا شايف ان صوتك ما شاء الله حلو يعني مميز. هي بتاكل حتى الاكل الكوري بتاعهم.
فلا ده واضح والله هي بتحب الثقافه بتاعت كوريا دي قوي. ايه اللي خلاها من وشرق الطفوله آسيا. كده اتاثرت اشمعنى بكوريا؟ كوريا طيب؟ ده من سنتين بس، مش من سنتين؟ من يعني- سنتين. من فتره قريبه. طب وعلمت نفسها الكوري من على النت. ما شاء الله، يعني ما خدتش كورسات او اي حاجه. لا. طب شاطر. طب قولي يا سلمى الترجمه. لسه عشان لازم رومانسي دي. هيبقى يعني صعب ان انا اترجم الجزء ده من الاغنيه. فيما معناه يعني عشان يعني بابا ولا قاعد إيه؟ ولا ايه؟ وايه حب وكلام من ده يا سلمى ولا قولي يا حبيبتي. انا كده هبقى انا نجمه الحلقه، انا كده هغطي على فاضي مش هينفع كده. لا انت عارفه معناه يا سلمى؟ اكيد. طب قولي معناه ايه او المضمون بتاعه ايه؟ وبابا مفيش مشكله عادي. يعني. هي الاغنيه اصلا بتتكلم عن بنت غيرت من نفسها ومن شكلها وبقت واحده جديده. طب ما دي حاجه حلوه. حلوة. ليه بقى يا سلمى غيرت من نفسها ومن شكلها؟ انا عايز اعرف ليه بقى. طب سلمى حابه تغني لنا حاجه عربي ولا خلاص كده زي ما انت عايزه عشان برضو ايه ما نضغطش لا. عليك؟ لا ما اقدرش، انا العربي ده ليه ناسه. العربي مع ان والله صوتك حلو يعني. بس هو في الكوري احسن. ربنا يخليك. ربنا يوفقك يا رب وتابعينا بقى. اكيد انا لاخر الحلقه قاعده معاكم. ميرسي لاتصالك يا سلمى، ميرسي. شكرا ليكي جدا، مع مع الف السلامة. سلامه. مع السلامه. عسل خالص. روح قلبي. راحه في حته تانية. طب هما الاول عايزين نعرف كام ولد وبنت؟ انا عندي سلمى واحمد ومحمد. طبعا البنت حبيب باباها. والولدين والله انا ما بفرقش ما بينهم. مش تفرق يعني. مش تفرق، ما فيش عند الاب والام الولاد كلهم بيبقوا غاليين. البنت حنينه بس كده. هو ده. البنت حنينه. سلمى 17 لا 18 هو قال لي 17 ونص. يعني كده. واحمد 14 ومحمد 10. طيب وحضرتك بقى برج ايه؟ ميزان. ايه برج حلو ولا وحش؟ انا مش عارف. حلو. مش عارف برضه الصراحه. انت الوحيده اللي عارفه طالما ضحكت. لا برج طيب جدا والله. فكرة. طيب نكمل. كنا بنتكلم عن المسرح وقلت حضرتك رأيك في المسرح، مسرح مصر او تياترو مصر. طب في كمان الفنان محمد رمضان عمل مسرحية وقال ان هو رقم 1 في الإيرادات، وهل حضرتك تابعتها او لا تسمع؟ لا ما تابعتهاش يعني ما اعرفش المسرحيه عامله ازاي. ان هو قال ان هو حقق ايرادات ما اتحققتش قبل كده في المسرح. ما فيش حاجه اسمها كده يعني، معلش هو طبعا نجم كبير وكل حاجه، بس طب ما بتاجر المخدرات ما بيجيب اعلى فلوس. انا ما اعرفش المسرحيه عامله ازاي، بس المسرحيه كاتبها كويس ومخرجها كويس، ومحمد رمضان نجم، لكن ما شفتش محتوى المسرحيه نفسه ايه يعني. طيب. لكن حته ان انا دايما اقول ان اعلى ايراد وبتاع وكلام من ده، لا ما هو الجنيه زمان غير الجنيه دلوقتي، صح طبعا. وعدد المسارح دلوقتي غير عدد المسارح زمان. طب احنا معانا تليفون تاني. الو مساء الفل. مساء الخير. نورة معانا. ايوه ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسه. طيب تحبي تقولي ايه للفنان؟ وانا ممكن اكلم استاذ جمال؟ طبعا اتفضلي. هو معاكي. ازيك يا نورة، عامله ايه؟ ازيك يا عم، عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوفقك يا رب كده ان شاء الله. ربنا يخليك يا نورة، ربنا يخليك. ربنا انا ليا جمهور اهو. حضرتك طيب انا كنت فاكر ما حدش يعرفني غير مراتي وعيالي بس. في اي سؤال يا نورة حابة تسأليه للفنان جمال يوسف؟ لا والله انا بس حبيت يعني ابارك له كده وربنا يوفقه يا رب ويكرمه ان شاء الله. ان انا فخوره بيه جدا والله. الله يخليك يا نورة، ربنا يخليك يا حبيبتي. انت بتتابعي كل شغله يا نورة صح؟ اكيد طبعا. فاكتر حاجه طيب بتعجبك ايه؟ اكتر حاجه انت بتحبيها للفنان جمال يوسف؟ هو انا بحب كله، بس المسلسل اللي هو السرايا اللي بيتعرض دلوقتي جميل بصراحه، عجبني. بس هي كله شغله واعماله جميله. عامل فيه دور الشيف. ايوه صح. انا متابع. انا متابعه معاكي يا نور. البنت من جوز البطاطسايه صح. لا والله ربنا يكرمك يا عم يا رب ان شاء الله، وتكون من احسن لاحسن يا رب ان شاء الله. انت سنك قد ايه يا حبيبتي؟ انا نور عندي 31 سنه. انا بنت خال عمو جمال. انت اهلا، ازيك يا نورة؟ نورة عارف. ازيك يا نورة؟ ازيك يا حبيبتي؟ طلعت من العيله. من العيله. انا قلت من الجمهور من بره. ازيك يا نورة؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. ربنا يخليك يا نورة، ده انا سعيد قوي. ربنا يخليك يا عم، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. يا بنشكرك يا نورة على المداخله الجميله دي. ميرسي لاتصالك يا نورة. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا ليكي، مع السلامه. مع السلامه. طلعت من العيله.
يعني واضح برضو يعني في جمهور طبعا بيحب الفنان. ما كل جمال جمهور هو من يوسف. العيله هو لا، هنجيب وفي جمهور برضه- ليه وفي جمهور تاني طبعا، بس الحمد لا لله، يعني الحمد لله. ومحبوب في العيله، دي حاجه حلوه جدا. الحمد لله، مش كل الناس الحمد لله. بتبقى محبوبه في وسط عيلتها على فكره. الحمد لله. طيب نكمل اسئلتنا. أسئلتنا؟ يعني انت اكيد عايزه تسالي بس انت تتفضلي. مين هم بقى بالنسبه يعني فنان جمال يوسف، مين هم اكتر الفنانين اللي اتبسطت انك اشتغلت معاهم؟ الاستاذ نور الشريف الله يرحمه. الله يرحمه. طب ليه بقى؟ اشمعنى؟ هو فعلا اسم على مسمى، هو نور فعلا. انا اشتغلت معاه اول مسلسل كان اسمه حضرة المتهم ابي. انا كان عارفاه اخراج حافظه. كان جميل المسلسل ده يعني. كان اخراج مدام رباب حسين وتاليف الاستاذ محمد جلال عبد القوي. واول ما وقفت قدام الاستاذ نور لو عارف ان انت ممثله بيحترمك جدا وبيقدرك وبيعلمك كل حاجه. يعني حتى انا كنت واقف ومش واخد اضاءتي، لا هو وقفني ان انا اخد اضاءتي وعلمني ازاي. وبين المشهد والمشهد او بين حركه الكاميرا مثلا لما بنعمل مثلا بريك لغايه لما ننقل الزاويه او كده، تاخدي منه كل شويه معلومات وثقافه. مش متعالي لا مثلا. لا، واثق من نفسه جدا الله يرحمه. الله يرحمه. اشتغلت معاه بعد كده مسلسل اسمه عرف البحر، وقعدت معاه شهر كامل في اسكندريه. طبعا يعني كان من يعني استفدت كتير قوي في الشهر ده. حظي كان كويس ان انا مع الاستاذ صبحي في الاول حياتي، ومع الاستاذ نور يعني اتعاملت معاه. فبعد الاستاذ نور طبعا الله يرحمه طبعا قيمه فنيه كبيره جدا، مين اكتر الناس اللي اتبسطت؟ ممثلين ولا فنانين؟ احنا لسه في الاستاذ نجاح الموجي الله يرحمه. دكتور يحيى الفخراني طبعا اشتغلت معاه زيزينيا، واشتغلت معاه مسلسل انا مش فاكر اسمه بقى، عباس الابيض. برضو بحب الاستاذ دكتور يحيى جدا يعني، برضو تتعلم منه. بس الاستاذ نور ليه عندي يعني كده حاجه في قلبي، وليه مواقف كوميديه طبعا الاستاذ نور. يعني انا طب تفتكر لنا موقف كده اكتر حاجه مش هتنساه؟ انا بخاف من المايه جدا يعني، اخاف اعوم، حتى بخاف استحمى اساسا يعني. فالمهم ايه الدور قالوا لي ايه الدور انت بتعرف تعوم؟ انا مش عايز الدور يروح مني، هشتغل مع الاستاذ نور الشريف. قلت لهم طبعا، قلت لهم بعرف اعوم، ده انا سباح. فمعايا واحد زميلي اسمه احمد الحلواني، ده طبعا حبيبي يعني وممثل كوميدي جدا جدا يعني. هو شكله مش كوميدي بس هو كوميدي بيضحكنا على الحقيقه. المهم فقالوا لي انت بتعوم تمام، اروح هناك وبعدين انزل بقى باللانش بقى، احنا صيادين والمفروض بتوع ميه وبتاع وكلام من ده، ننزل باللانش بقى في وسط الميه وبتاع وكلام من ده. فالاستاذ نور قال لنا ايه؟ قال لنا بصوا يا اولاد انا هقول لكم على حاجه، انتوا هيجي لكم دوار بحر وهتتعبوا. طب ايه الحل يا استاذ؟ قال لك هجيب لكم 7 تشربوا 7 قبل ما تطلعوا. استاذ نور طبعا شرب اول واحد ال7 وكلنا بقى شربنا 7 بقى، كل الكاست كله بما فيهم الاستاذ احمد مدحت تقريبا يعني. وكل الكاست بتاع اللي هو كان معانا في المشهد ده ساعتها. وبعد 5 دقايق لقينا الاستاذ نور اول واحد جاله دوار بحر وقعد يرجع. واحنا عارف انت الفيلم بتاع اسماعيل ياسين واحنا ماشيين بنتخبط في بعض، اللي هو اسماعيل ياسين لما كان في الاسطول هو وعبد المنعم ابراهيم. فعايز اقول لك بقى ايه، اتقلب ان كله بقينا ايه يعني، جالنا حاله اغماء، وبقوا كل الصيادين اللي على البحر يروحوا يجيبونا ويرجعوا. فبعد ما خلصنا الدنيا باظت خالص. الله يرحمه الاستاذ نور قاعد يقول لنا هو مين اللي كان وقال على موضوع ال7 ده. الله يرحمه. دي من اكتر المواقف اللي انت مش هتنساها. الله يرحمه. هو يعني انا من الناس اللي شفتها وانا صغيره يعني، بس يعني ايه بالصدفه يعني كده، ما لحقتش حتى اقف اتكلم معاه. استاذ نور كل كلمه يقولها لك يعني بتتعلمي منها كل كلمه، وبعدين هو حابب ان هو يعلم. يعني في واحد ممكن يبخل عليك يعني من الممثلين مثلا، يبخل عليك انه يقول لك معلومه وبتاع وكلام من ده. لا لا لا، اللي هو مش مهم، انا اهم حاجه انا شكلي مظبوط وبتاع. الاستاذ نور واثق من نفسه جدا والناس بتحبه. الناس اللي زيه مش موجودين كتير في المجال. لا لا لا، واثق من نفسه جدا جدا جدا. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب احنا لسه هنكمل اسئلتنا مع الفنان الجميل جمال يوسف، ولسه اكيد في حاجات كتير قوي عايزين نعرفها منه، ولكن لكل الناس اللي حابه تكلمنا تقدروا تكلمونا زي نوره وسلمى كده وتخش على الهواء. تقدروا تكلمونا على 01960 393، وكمان اكتبوا كل اسئلتكم وكل تعليقاتكم على صفحه راديو البوابه نيوز بالعربي او على صفحه بوابه النجوم بالعربي.
راديو البوابة بيفكر فيك، مهتم بكل اللي يفيدك واللي يسليك. راديو البوابة كل المجالات، وفريق من أجمد مذيعين وأجمد مذيعات. إعلام بيقدم معلوم بطريقة بسيطة ومفهوم، على إيد متخصص متأسس، دكتور ومحامي ومهندس. هتزود وزنك هتخسس، وطريقة عمل الملوخية والتقلية فراخ مشوية. راديو البوابة هتعيش وياه الدوري المصري بالشكل اللي بتتمناه. راديو البوابة اجتماعيات والكل الأسرة المصرية والمجتمعات. راديو من سنك من جيلك، بيقرب منك ويجيلك، بيحس بمودك طول يومك، طول ما انت معاه يرمي همومك، ومزاجك هيظبطهولك بأغاني وسهرات فنية. ايه رأيكوا بقى في الأغنية؟ راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ورجعنا لكم تاني، وبفكركم برقم تليفوننا هو 01960 393 والبيج راديو البوابة بالعربي. وهنكمل بقية أسئلتنا مع ضيفنا اللي منورنا الفنان جمال يوسف. يعني اسال انا ولا خلاص اسال بقى، افهم انت كل حاجه واخدها مني كده. اسال انا. يا ريت نجيب محمد الكاشف بقى. طب يلا حضرتك بقى تسال. مش هقدر طبعا ابقى مذيع زيكم يعني. ربنا يخليك يا رب. طيب في ناس كتير في الوسط الفني بيبقى ما عندهمش الموهبه، ما عندهمش الكاريزما، ما فيش حضور، ما فيش اي حاجه، بس بيشتغلوا كتير. وبنشوف العكس بقى، في ناس موهوبه وخارجين اكاديميه الفنون وحاجات كتير قوي بس مش بيشتغلوا. فهل انت شايف ان الواسطه ولا علاقات بقى الكتير في الوسط الفني هي السبب في الموضوع ده، ولا السبب ايه بالظبط؟ طبعا، بس اللي بيشتغل ده وبيساعده طبعا. بص طلع واضحه وصريحه. ليه زمايل كتير جدا والله وموهوبين، وبنات وولاد يعني موهوبين جدا وما بيشتغلوش. ولاقي ناس تانية بيصعب على الممثل بقى اللي هو بجد، ان انا مثلا اشوف مسلسل كده واحس ان في ان دور حلو بس بيعملوا ممثل ضعيف او ممثله ضعيفه لمجرد ان هي صاحبه او معرفه المنتج او المخرج او اي حد. يعني الواحد بيتضايق ان ممكن الممثل ده لو عمله اللي هو التاني الموهوب هيفرق معاه، ممكن يبقى نجم منه، لكن ده مهما يعمل هيعمل ايه؟ هو دي امكانياته، مش هيكبر، مش هيبقى فيها فرق. مفيش واسطه في الفن. زي الكوره، خليك انت مثلا لعيب كبير وعايز تدخل ابنك يلعب كوره، هتدخله يلعب كوره، بس مين اللي هيحكم عليه بعد كده؟ الناس. صح. طيب هل حضرتك شايف انك اتظلمت في المجال الفني؟ لا، ده انا ربنا بيديني ال 24 قراب بتوعي 100 والله. انت راضي على لا انا مش راضي في يعني الفن، انا نفسي اعمل فيه حاجات اكتر من كده. طبعا انا ما عملتش حاجه انا مقتنع بيها قوي. يعني نفسي اعمل حاجات. انا حسيت ان في 20 سنه مشوا من عمري، منهم ادوار الشباب والادوار اللي كنت ممكن اعمل فيها كوميديا وبتاع. انا بحب الكوميديا جدا، ضاعت مني. يعني ما اقدرش اعمل دلوقتي، ما اقدرش اعمل الحاجات اللي كنت ممكن اعملها من 15 سنه فاتت. لكن انا راضي ان انا يعني بنتي بتفتخر بيا تقول ان انا محترم.
يعني انتوا مثلا مبسوطين مني او أكيد كده طبعا. يعني، لكن ده احنا يعني شرف لينا وجود حضرتك معانا. الله يخليك، انا الاسعد والله. وبس الواحد طبعا بيبقى يعني نفسه يعمل حاجات اكتر، بس الواحد ربنا مرضيني في حاجه تانية، في ولادي، في بيتي، في صحتي، الحمد لله. عاجبني رضا. الحمد لله طبعا. عاجبني جدا الحمد لله عند حضرتك. الحمد. طيب فقرة الأسئلة اللي دمها خفيف دي بقى، هنضحك شوية. يعني أنا شايف إن يعني كلام حضرتك كله دمه خفيف، الله يخليك، كل حاجة الله ومبسوطين يخليك. أكيد. الله يخليك. فدي أسئلة دمها خفيف، ويعني بنحاول كده نشوف أكتر المواقف الكوميدية اللي حصلت معاك. فأول سؤال بقى بس أنت تبدأ بيه. طيب ماشي. يعني آخر مرة حضرتك وقعت كان إمتى؟ آخر مرة كنت إيه؟ حضرتك وقعت وقعت بغض النظر عن الخضه اللي كانت حاصله من شويه. وقعت كده يعني وقعت زي اي وقعت اتكعبلت في البيت مثلا، وحضرتك في بيتك ممكن تكون اتكعبلت كده يعني. تفتكر من قريب ولا بقى لها فتره؟ لا كنت مره رايح عند مول كده في المعادي، ونزلت من العربيه وجيت فاكر ان في يعني رجلي هتحط على الارض يعني كده، لقيت حفره فوقعت فيها. هي دي بس المره. هي دي. بيحصل ايه بقى بعد ما بتقع؟ بتضحك ولا؟ لا بيبقى شكلي وحش، ببقى مكسوف، بحس الناس كلها بتضحك عليا. ليه عادي؟ والله لا اصلا بضحك عادي على نفسي. طويل قوي انا اصلا، وبعدين لما بقع هم الناس الطويله اسالني انا لما بتقع انا من اسبوع لسه لا بس انت بتحس ساعتها بتعب ساعتها ولا لا؟ في وقتها ما يعني ما حسيتش بحاجه، بس تبقى مكسوف قوي، وشك بيحمر. ما انا ببص حواليا الاول الناس تبص عليك ولا لا؟ دي تبقى اهم شيء. فبيبقى منظر لو حد قصير اللي هو بيقع فعادي يعني، لكن حد تحس ان جمل وقع. خصوصا بقى لما تبقى في ست بقى واقفه ولا بنت واقفه وبتاع، وبتبقى ضحكتها عاليه جدا، فانت وشك بيحمر طبعا. العيب فيها مش فينا احنا، عادي. صح ضحك من غير سبب قله ادب. طبعا. طيب في حد حضرتك كنت مش عايز تشوفه خالص، اللي هو نازل من البيت مثلا انا مش عايز اشوف الشخص ده قدامي خالص، ولقيت نفسك كل شويه بتشوفه صدفه في كل مكان، بتحصل لينا كلنا. فحصلت مع مين بقى؟ قول لي. هو واحد انا اعرفه كده، بس كل لما يشوفني يقول لي ما شاء الله وشك منور، اخش اخد دور برد اعيا. هو ما قلتش اسمه ولا هو ساكن جنبي يعني مش عارف اروح. صحيح يعني حاجه يا ريت تبطل تركز معاه. فكل لما يقول لي على حاجه الاقي عكسها حصل معايا يعني مثلا يقول لي مثلا ايه إن ما شاء الله انت شغال مسلسلاتك حلو. وليه واحد برضه زميلي في الوسط برضه نفس الحكايه برضه، يقول لي ما شاء الله شفتك اقعد سنه ما اشتغلش. ده عين في ناس والحسد مذكور اكيد في ناس كده بتبقى لطيفه يعني. ففي ناس ما بتحبش الخير برضو للشخص التاني يعني. في ناس اللي هو تحب جمال يوسف يبقى يعني. لا انا ممكن احكي لك على موقف حصل مع الاستاذ صبحي واحنا في الفرقه معاه. اتفضل. كنا بنعمل مسرحيه اسمها على بلاطه. الاستاذ صبحي طبعا كان المبلغ اللي بناخده مبلغ ضعيف جدا يعني، ما ينفعش يعيشنا ولا حتى نخرج ولا بتاع ولا كلام من ده. فانا كنت بعمل حاجه تانية وده كان ممنوع. الاستاذ صبحي لازم تشتري من الكافيتيريا او ما تخش بره المسرح اثناء العرض. كنا بنعمل مسرحيه اسمها على بلاطه بتاعت الله يرحمه ممدوح وافي وصابرين وكده يعني. فكان زمايلي جعانين، فعشان نشتري مثلا سندوتش جوه من المسرح. كان ايامها سندوتش الكايزر ب5 جنيه، الكلام ده في التسعينات يعني. مثلا غالي كده، غالي جدا في 93. ايه ده؟ فكان شيء بالنسبه لنا صح. والله غالي جدا ساعتها. ايوه فعلا. وبعدين خلي بالك انا بروح حلوان، فبدفع للميكروباص 50 قرش وانا رايح و50 قرش وبعدين محتاج اكل، فبالنسبه لي شيء صعب. فاتفقت مع زمايلي في المسرح، انا كنت الولد الوحيد اللي في الفرقه مش مرتبط ببنت، فكنت اتفقت معاهم ان انا هاخد من كل واحد ربع جنيه في نظير ان انا هجيب لكم الاكل. طب هجيبه ازاي؟ الاستاذ صبحي هيشوفك وبتاع. قلت لهم لا انا هنط من على، كنا في المسرح بتاع الاستاذ فوزي اللي في قصر النيل. فالمهم قلت لهم انا هعدي هنط وهجيب لكم الاكل، بس هضحي. يبقى انا هاخد من كل واحد منكم 25 قرش ربع جنيه. حقك طبعا. والله حقك. اشتغلت كده يا باشا يعني مثلا بتاع 15 يوم يا استاذ اكرم، اجيب اكل ليهم فول وطعميه، هم يطلبوا فول وطعميه وانا اجيب لنفسي كنتاكي، ما انا لما من كل واحد ربع جنيه وازل لهم ان انا اكل الكنتاكي قدامهم. عملوا بقى حركه خبيثه عليا، كل واحد منهم ارتبط بواحده. فالواحده كانت بتديني ربع جنيه والواحد كان بيديني ربع جنيه، باخد 50 قرش. فجاء لي لا انا وهي طلب واحد. قلت له لا انت لو انت وهي طلب واحد انا هبلغ الاستاذ صبحي ان انتوا مرتبطين ببعض. المهم كل يوم اجيب لهم، وبعد مش احس بقى بالمعاناه بتاعتهم، اجيب الكنتاكي واكله قدامهم.
المهم ايه، حد منهم راح فتن للاستاذ صبحي. ما خلاص بقى ده كنتاكي. والله انا بنط من على السور في الاستراحه، وبعدين جبت السندوتشات واتفقت وكده وبتاع، وجايب الكباب بتاعي انا بقى. وبعدين بركب الميكروباص وانا رايح اخد الكرسي اللي قداماني واجيب الجورنال، رغم اني ما بقراهوش، بس كنت بشوف الناس بتعمل كده يعني. فالمهم وانا بنط من على السور وبلف، لقيت الاستاذ صبحي واقف تحت وبيقول لي انزل لي. والله العظيم نظر المدرسه عايز ارجع وانط تاني. قال لي انزل لي. قلت له طب بس انا عايز اشرح لك. قال لي انزل لي. وطبعا بقى ساعتها اتعاقبت وخدت خصم من المرتب بتاعي. ومين اللي كل الكباب؟ انا ما اكلت كباب، انا رميت الاكل كله. انا رميت والله ما كان صعب ان انا انط بيه وهو يشوفني. يا بخت اللي لقى الاكل. حلال عليه. بس كانت ايام جميله والله. احنا معانا تليفون حضرتك برضو اللي هترد عليه ولا ايه؟ هو غالبا في مشكله في الو. ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الفنان جمال هو هيرد على حضرتك. طيب انا بالنسبه لي انا عارفه مين المتصل. ايوه ازيك يا فنان؟ دي حنان مراتي. عرفت الصوت على طول. ما اقدرش. اصلنا متصله مخصوص علشان افكرك بالموقف الكوميدي اللي كلنا وقعنا فيه على السلم الكهرباء. فاكره؟ لا احكوا لنا بقى. احكوا لنا. احنا كنا في يوم من الايام في مول كده، فطالعين على السلم، فسلمى بنتي ساعتها كانت صغيره، فمسكت في الترابزين بتاع السلم الكهرباء خلاص، وفضلت قفشه فيه بشكل فظيع. واحنا نازلين يا حنان كانت خلاص هتقع. فكلنا عايزين ننقذها. انا حاولت انقذها وقعت عشان هي كل ده ماسكه في الترابزين بتاع السلم الكهرباء. جمال مسكه وقع، واحد مسكني راح واقع، فكلنا هو كمان وقع. عايزه اقول لك الاسره كلها كانت واقعه على السلم الكهرباء. خلي بالك ما انا عائله كوميديه بنقع كلنا بتقع. لا والله نسيت. هو انا بسمع من شويه على المواقف الكوميديه. فهو وقبل كده دخل في مكان كان فيه ازاز، لوح ازاز كده، ومش باين ان ده ازاز. دخل هو في الازاز هو مش شايف. كان فاكر ان مفيش حاجه. مفيش ازاز. ودخلت في الازاز فلقيت الناس كلها بتسقف. كنت لقيت الاجانب بيسقفوا لما اتخبطت في الازاز وكده وبتاع، افتكروني ساحر. والله انا جاي من شمس من بره وداخل في البتاع، كان فاكر ان هوا مفيش حاجه، فافتكروني ان انا بعمل فقره وكده وبتاع. يلا طب ايه تاني؟ يلا انا مستنيه اسمع. لا هو كفايه كده، مواقفنا كتير جدا. طب قبل ما يعني بعد بقى ما خلصنا المواقف عايزين نتكلم كده عن الفنان جمال يوسف كزوج. لا هو زوج مثالي جدا بأمانة. بصي هي مفيش ست تعترف بالموضوع ده. لا بس مثالي مدام هو جمال. لا هو مثالي جدا. هو عيبه بس انه بيخاف علينا زيادة عن اللزوم. ده طب ده عيب مش ميزة؟ عيب، لانه يعني خلانا نعتمد عليه في كل شيء. حتى لو عايزين نشتري حاجة عبيطة ما نعرفش ننزل. بيحاول يريحكم برضه. انا اللي بجيب الخضار وبجيب كل حاجه. شفت بقى انا طيب ازاي؟ ربنا يخليك. بيحاول يريحكم. طيب ايه اكتر يعني اكتر عمل بتحبيه الفنان جمال يوسف؟ والله انا عجبني الدور بتاع طارق لطفي بتاع السنه اللي فاتت، شهاده ميلاد. شهاده ميلاد كان رائع. وفي دور بس المسلسل ده ما بيتذاعش، اسمه مولد سيد المرعب. ده كان لا مقام سيد المالتي. من 10 سنين. دور رائع، دور واحد مجذوب كده من اللي هم زي الناس اللي بيمشوا كده تحس ان هو زي المجانين في الشوارع وكده. كتر خيرك يا حبيبي. هو ده كان لا ما اقصدش الدور انا عارف بجد بشكل اكتر من رائع. كان المسلسل ده بطولة الأستاذ محمود الجندي سمية الألفي ومدام سمية الألفي. لا كان دور بجد، كان دور جميل جدا جدا، وأول مرة يعمل حاجة زي كده. وكان أستاذ سعد أردش. لا كان في ممثلين عتاولة حقيقي، وهو ثبت نفسه في وسطهم كلهم بأمانة. يعني كده ليكي حاجة حلوة وانا راجع كده ليكي حاجة حلوة. وسلمى كمان. وسلمى ده سلمى هي اللي معلماها، خلي بالك. طب اوبشن المعجبين بتتعاملي معاه ازاي؟
اوبشن لا المعجبين. عادي، لا عادي بيشوفوني في الشارع وممكن انا اللي امسك واصورهم، ما فيهاش عادي يعني. طيب اللي هي واحده مثلا في مره واحده دخلت علينا كده دخله غريبه خلاص، وبتقول له والله انا بحبك جدا، انا معجبه بيك جدا. وقامت مامتها قالت لها ايه، قالت له دي على فكره نفسها انها ان هي يعني ان تتقدم لك، يعني مش هو حتى اللي يتقدم لها. فقال لها انا متجوز. قالت له ايه يعني الشارع محلل لك 4 وكل ده وانا واقفه. اللي مضايقني ان البنت كان شكلها وحش، بس ده اللي الكلام بتاعها. قالت لي ايه بعد اذن حضرتك ممكن تصورينا؟ قلت لها طب وليه حضرتك هاتي الموبايل. وصورتهم عادي جدا ومشيت. بس في بعض يعني ما قلبتش بخناقه، ممكن تتعاملي عادي. لا خالص، لا خالص، يعني ممكن تتعاملي هي عادي. لو كانت حلوه كانت قلبت بخناقه البنت لو كانت حلوه يعني قله ذوق كده. انا ما عنديش مشكله تتصور، مفيش مشكله، بس يعني في ناس بتتعامل مش لطيف، وفي ناس تانية بتبقى لطيفه جدا يعني. مثلا ممكن ابقى ماشي انا ومراتي وبنتي وبتاع وكده وماشي، واحد يقول لي مثلا ايه يا ممثل، فانا بنبسط يا ممثل يقرا. طب انا قلت لك انا بشعر. هو انا قلت لك هو اللي مخبي عليك ان صحيح. يعني بنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي، وواضح يعني ان عيله جميله جدا. وحضرتك ربنا يخليك يا رب. بنشكر حضرتك جدا. حضرتك طيب. مع الف سلامه. مع السلامه. ده في مغامرات كتير. ده في مواقف انت بتخبي علينا. والله شفت بقى في مواقف كتير. هم بيفتكروا بقى وكده وبتاع. بذكر ان احنا اتكلمنا عن اللي عدى وقول لحضرتك يا ممثل او كده، ايه اكتر حد يعني معجب حسيت ان هو ايه ضحكك، يعني اكتر معجب ضحكك او ضايقك يعني عادي؟ لا، واللي بيضايقني كتير يعني كلمه يعني ابقى ماشي مع بنتي مثلا وبتاع، وكانت بنتي صغيره ساعتها وراح شاتمني. طب ليه؟ لا هو كده يا ممثل يقرا، يعني كلمه. طب انا ما قلتلكش انا بشعر، يعني ما قلتلكش ده شيء يعني يسعدني. طب ايه اللي ضحكك؟ لا ما اصل ساعات في ناس ليهم حاجات كده تضحك، يعني مواقف تضحك. يعني في مره واحد جه يسلم عليا وبعدين قال لي انا بحب كل اعمالك وبتاع وكلام من دكتور ربنا يبارك له. كان معايا احمد، كان احمد لسه صغير، وبعدين بقى اتنفخت قدام ابني بقى وقال لي انت ممتاز جدا جدا والله، وانا متابعك من زمان وبتاع وكلام من ده. قال لي والله العظيم يا استاذ مصطفى انت من الناس المحبوبه جدا. يا ريتك ما قال لي مصطفى. بعدين بقى انا بقى ساعتها بقى قلت له ايه انت، انا ما اسميش مصطفى. قال لي لا مش انت مصطفى. قلت له لا مش مصطفى. قال لي لا انت عملت فيلم مع نور الشريف اللي هو بتاع دماء على الاسفلت تقريبا او حاجه زي كده. قلت له لا انا شفت الفيلم ده وانا صغير ما عملتوش ولا حاجه. فبقى ده قعدت ساعتها اضحك يعني من الموقف نفسه يعني. طيب نكمل بقى فقره الاسئله الكوميديه. لقيت فلوس قبل كده او حاجه ليها قيمه؟ قول لنا ايه هي برضه. لا عمري ما كان نفسي والله. ما لقيتش فلوس خالص؟ لا وانت صغير ما لقيتش وانت ماشي في الشارع مثلا لا فلوس؟ لا حظي دايما يعني ولا مره؟ لا فلوس ضاع مني لكن ما بلاقيش. طب جيب يعني مثلا في ناس بتنسى ان هي حطت في جيب بنطلونها او القميص حاجه. انا بنسى باستمرار كده، وبتيجي تطلع القميص مثلا في وقت ما يبقاش معاك فلوس. انبسط جدا طبعا، سعيد جدا يعني. بس انا من النوع اللي ما بعرفش اطبق الفلوس، يعني مش بعرف اطبقها وان انا اشيلها وبتاع وكلام من. انا مسرف يعني احب امتع نفسي. والله يعني احلى حاجه. ما احبش ان انا يعني انبسط. باش انا هنعيش مره واحده بس. صح. يعني هي مره واحده، ولادي ينبسطوا وبتاع وبعدين يفتكروا ذكريات. يعني احنا داخل علينا رمضان دلوقتي مثلا، تقعد تقول لاولادك فاكرين يا اولاد القمر الدين وفاكرين بتاع. طبعا ما حدش هيجيب قمر الدين ولا حياه اليمين بتاع رمضان دلوقتي. فكنت شفت الاستاذ وائل ابراهيم من كام يوم كده بيقول لك هتبقى ذكريات بعد كده. يقولون فاكرين لما شربتوا قمر الدين، فاكرين لما شربتوا خشاف. لا بسبب غلاء الاسعار. يعني ربنا يستر على الناس والله. طيب ايه اغلى حاجه ضاعت منك؟ اغلى حاجه ضاعت مني ساعه، نضاره. لا هي ما انا مش متذكر قوي ان في حاجه يعني مره كده ضاع منك حتى فلوس ضاع منك. لا هي مره ضاعت مني المحفظه فاتضايقت ان كان فيها كارنيات وكان فيها كده، لكن ما فيش حاجه يعني كان فيها اي حاجه ان ولادي يبقوا كويسين واهلي تبقى واسرتي تبقى كويسه. مش غاليين، دول اغلى حاجه عندي يعني. ما فيش حاجه تانية بالنسبه لي. طيب اكتر هديه فرحتك كانت ايه؟ ولادي لما بيعملوا لي حاجه كده يوم عيد ميلادي او بتاع بنبسط قوي. بتتبسط؟ رغم ان ساعات بيجيبوا هديه ليهم هم، يعني انت فاهم. يعني مثلا مراتي دي لما كنت خاطبها، ما دي برضو من الحركات كويس ان انا انها اتكلمت الكلام كويس عشان اقول بقى وافضل. يعني مثلا انا كنت وانا خاطبها
اروح اجيب لها مثلا هديه كويسه، ساعه، ازازه بيرفيوم مثلا كويسه بتاع كده. هي كانت دايما تجيب لي اكرم حاجه للبيت، يعني مثلا في عيد ميلادي يعني كده تقول لي ساعه حيطه للبيت، هو الرجاله كوبايات هداياهم للبيت. صعبه، الرجاله هداياهم صعبه. لا ليه؟ ما مش صعبه ولا ساعه برضو، لا ما فيش الكلام ده، محفظه. صدق انت فكرتني بالكلام ده بقى. شفت انا كنت طيب معاها ازاي وهي كانت بتعمل معايا ايه. ما هي عماله تشكر اهو، ايه عماله ست لا قالت الصراحه زوج مثالي. ايوه ده كفايه زوج مثالي. طب انا مين هيستعمل كده؟ انا مش اي ست يعني انا مثلا احوش واجيب الهديه وبتاع، بعد كده الاقي في عيد ميلادي مثلا واحنا مخطوبين جايبه لي كوبايات. طب انا هعمل ايه بالكوبايات؟ ما انا هخليهم هعمل ايه بالكوبايات؟ هتشرب فيهم. وبعدين دي تقول لي ايه دول بقى هنشيلهم لما نتجوز. كأن بالظبط واقعه زي الوقعه بتاعت دلوقتي مثلا دي كده. الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله ربنا ستر. على فكره في نيه غير صافيه في الكلام. هي اصل قريبه من ربنا قوي، دعت ولا حاجه. طيب ايه اكتر اغنيه بتحب تسمعها، او مين المطرب المفضل بالنسبه لك كمان؟ يعني للسؤالين. انا يعني لا انا بحب طبعا حاجات كتيره، انا متنوع يعني. بس اكتر اغنيه يعني بحب علي الحجار. مسلسلات ولا اغاني عاديه؟ اللي يعجبك. المهم انها اغنيه اكتر حاجه دي بتحب اكتر تسمعها حاجه مثلا. بحب الاغنيه بتاعت تتر البدايه والنهايه بتاعت الزنية، محمد الحلو. الاغاني جميله طبعا. اسكندريه تاني، وبعدين النهايه بتاعتها وعمار يا اسكندريه. بحس ان هو بيحكي تاريخ اسكندريه كله في الاغنيه اللي في البدايه. بعرفك احنا جالنا خواجات وجالنا ناس قد ايه احنا اللي علمناهم، مش هم اللي طبعوا علينا، احنا اللي طبعنا عليهم. طبيعي جدا لما انت تروح في يعني مثلا زي اخواتنا اللي في الجزائر او المغرب او كده بيتكلموا فرنساوي حسب الاحتلال اللي جالهم. احنا جالنا جريج وارمن وانجليز جالنا جميع الجنسيات، خدوا مننا بقوا مصريين. فطبعا ليها مغزى جميل جدا. وبرضه مسلسل الاصدقاء محمد قنديل الله يرحمه، يعني برضه بحب اغاني كتيره بقى. بحب عفاف راضي، بحب انغام جدا، بحب اصاله. انا متنوع يعني، مش من النوع اللي انا بعلق على مطرب واحد واسمعه. تسمع كله؟ بسمع كله. بس زيزينيا دي الله يرحمه اسامه انور عكاشه واحمد فؤاد نجم وعمار الشريعي، وربنا يديله الصحه الاستاذ جمال عبد الحميد. ده مسلسل مش هيتكرر تاني غير يعني بعد وقت. طبعا. طيب لما بتحصل لك حاجه حلوه بتجري على مين؟ ابويا. يعني انا والدتي متوفيه من وانا يعني من فتره طويله من وانا صغير يعني، فابويا ده اقرب واحد ليا. بحب قوي ان انا افرحه بيا، يعني بحب دايما ان انا اقول له الحاجه، وحتى لو ابني نجح او مراتي عملت حاجه كويسه بحب افرحه. وبحس ده الوحيد اللي بحس ان الفرحه في عينيه فعلا صادقه يعني. طيب نيجي بقى لاكتر حاجه يعني قريبه من الراجل واقرب طريق لقلب الراجل، ايه؟ معدته. طيب الاكله المفضله عند جمال يوسف ايه؟ انا احب المكرونه بالبشاميل جدا. الله. يعني انا اللي هو البشاميل السايح ده اللي مش اللي هو الدسم. خلاص انا ما ترددش. حلو ده. ممكن بدل اللحمه المفرومه نحط فراخ عادي. ما فيش مشكله. انا احب الفراخ. موتزاريلا على الوش. الله عليك الله عليك الله عليك وهي سخنه. الله عليك. احب المكرونه جدا. احب الفاصوليا البيضاء قوي، بس بقت بتتعبني دلوقتي عشان قولون وكده وبتاع. ما تاكلهاش انا برضه بقول لك. احب المحشي طبعا. مفيش حد ما يحبش ورق عنب. الورق عنب مراتي تحبه اكتر. انا ما بحبش ورق عنب يعني، اكله بس ما احبوش قوي يعني. بس احب الكرنب. احب طبعا الكباب والكفته جدا طبعا. طب بالنسبه للحمام والبط والوز؟ لا 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 ماليش في الكلام ده. احب الحمام الفراخ المشويه. الفراخ المشويه. المحمره مش بحبها قوي يعني. انا بحب كل ما يعني في الاكل يعني. الاكل. طب النهارده جمال يوسف اتغدى ايه؟ كلت مكرونه النهارده، وكلت كوبيبه وبطاطس محمره ورز بلبن. طيب في كمان. احنا يعني نتصل برضو بالمدام لو في اكل باقي. يا باشا تنورونا والله، تنورونا والله. في لسه اكل باقي نيجي انا مثلا. انا بحب اكل البيت عن اكل الشارع طبعا. بيبقى ليه طعم مميز كده، حاجه مختلفه. عشان انت بتحب الناس كمان اللي في البيت. طيب مين الشخص اللي تقول له دلوقتي وحشني جدا؟ والله انا في اشخاص كتيره جدا جدا. اكتر حد. اكتر واحد. امي الله يرحمها. والله اتمنى انها كانت تبقى عايشه كده يعني واستسمعها على حاجات كتيره جدا جدا. انت عارف الواحد لما بيبقى صغير في السن بيعمل اخطاء كتيره. صغير يعني كنت في سن مثلا صغير وكده وبتاع، اتضايق قوي ان انا في يوم زعلتها
يعني اتضايق قوي، يعني احس ان هي انا توفت وحضرتك عندك قد ايه؟ يعني كنت مثلا في حدود اولى ثانوي كده او حاجه كده، او ثالثه اعدادي تقريبا يعني كده يعني. فبرضه ما بتحسيش معنى الام وبتاع وكلام من ده غير لما ابتديت اكبر واخش الجامعه واحس بامي بقى، يعني ان انا محتاج امي، حتى في جوازي محتاج امي تبقى جنبي. يعني الام دي ما يعني ربنا يرحمها وربنا يخلي لي ابويا طبعا يا رب يا رب ويديله الصحه ان شاء الله. الله يخليك. طيب احنا كده خلصنا فقره الاسئله اللي دمها خفيف الكوميديه، واكيد لسه في اسئله تانية بقى وهنرجع للفن، ولكن لكل الناس اللي حابه تشارك معانا تقدروا تكتبوا كل اسئلتكم على صفحه راديو البوابة بالعربي، او على صفحة او على البيج بتاعتنا على الفيسبوك بتاعت البرنامج بوابة النجوم بالعربي برضه. وكمان تقدروا تكلمونا على رقمنا 01960 393 والبيج راديو البوابة بالعربي. يعني تحب الرقم هنروح بقى كده الفاصل يا يعني جماعة عشان أكرم بس بص هنفضل أنا وهو هنفضل كده. بس أنت يعني خدمة عملاء اللي هو 01960 تحببك في الرقم اللي هو ايوه. طيب هنروح يعني نسمع حاجة كده على ذوق مهندس الصوت بتاعنا أيوة المهندس الجامد جدا محمد الكاشف يا جماعة. تابعوا برنامج آدم، أول برنامج للرجال فقط مع أكرم المصري. أول برنامج للرجال فقط مع أكرم المصري. دكتور محسن التوني، عميد المعهد العالي للسينما. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ورجعنا لكم تاني بسنت خالد واكرم المصري، ومن الهندسه الاذاعيه الفنان بتاعنا محمد الكاشف. ايه اللي يضحك يا محمد الكاشف؟ مش عارف. وضيفنا اللي منورنا يعني تكرم المصري عادي ما نحكيش اشمعنى محمد الكاشف. ايوه محمد الكاشف بيعطيني الابتسامه. انا بنكد عليكي يعني ولا مش عايزه اقول بقى قدام الناس خلاص ماشي. وضيفنا اللي منورنا اللي يعني مخلينا الدنيا كلها ابتسامه وبهجه. الله يخليك وانتوا اجمل والله. فنان جمال يوسف. وبفكركم تاني برقم تليفوننا هو 01960 393 والبيت راديو البوابة بالعربي. خدمة عملاء. طيب حابين على صفحة البوابة. اتفضل يا أكرم والله أنت كبير. أنا كبير أنا كبير فعلا أنا أكبر منك. من على صفحة راديو البوابة في حاتم بعد لا دي صفحة بوابة النجوم عشان الناس ما تتلخبطش. طب أنا آسفة. من على صفحة بوابة النجوم في أستاذ حاتم بعت لنا مساء الخير بسنت وأكرم، اللقاء حلو جدا بوجود كمان النجم الأستاذ جمال، وعايز أسأله عن الفرق ما بين العملاقين صبحي ويحيى الفخراني في الشغل. ايه الفرق؟ سؤال صعب ولا ايه؟ لا شكرا يا استاذ حاتم. الاستاذ صبحي طبعا مدرسه بتتعلمي منه، عنده في المسرح الالتزام. انا ما اشتغلتش مع الاستاذ مع الدكتور يحيى غير دراما عمل او عملين، فما كنتش بشوفه غير في المشاهد. طبعا انت عامل شيء تبقى حافظه قدامه وهو عنده الاداء السهل الممتنع، لكن الاستاذ صبحي بيعلمك ادوات الممثل، وبتبقى عنده طبعا خبره كبيره ان انت بتقعدي عنده تدربي فتره طويله. يعني ده فرق، يعني في استاذ وبيعلم. الموضوع مختلف. وهم الاثنين طبعا يعني اساتذه الفن. يعني هو مين بعد الاستاذ صبحي والدكتور يحيى والاستاذ نور؟ خلاص يعني الجيل اللي هو انا كنت برضو عايز اتكلم في حاجه تانية برضو. اتفضل. طبعا انا كنت بتضايق جدا لما الاقي واحد زي الاستاذ جمال عبد الحميد، الاستاذ محمد فاضل، الاستاذ مجدي ابو عميره، مدام رباب حسين، يعني دول يعني عمالقه الاخراج المصري والعربي، ما بيشتغلوش، يعني ما بيعملوش دراما دلوقتي. فيعني برضو يعني بسأل يعني المسؤولين عن الانتاج وكده، لما دول ما يشتغلوش يبقوا عندنا هنا في مصر وما يشتغلش جمال عبد الحميد. طبعا يعني لقبه محفوظ وكلهم القابهم محفوظه، استاذ مجدي ابو عميره او الاستاذ فاضل. طبعا. ازاي دول ما يشتغلوش يا جماعه؟ ازاي؟ امال مين يشتغل؟
ازاي؟ يعني احنا متفائلين خير ان شاء الله الفتره يا اللي ريت جايه بقى يعني أحسن. المهتمين بالموضوع ده يعني. طيب بالنسبه للفنان جمال يوسف او مش الفنان بقى كشخص عادي، مين اكتر كوميديان بيضحكك؟ استاذ صبحي. بعديه كان الله يرحمه يعني الاستاذ نجاح الموجي. الاستاذ سيد زين كان بيضحكني جدا. لا انا كتير قوي بيضحكوني. الاستاذ عادل امام طبعا بيضحكني. يونس شلبي طبعا ده يعني. استاذ عادل امام من ضمن الناس اللي هي محافظه على مسيرتها لحد دلوقتي. مكانتها كمان ده ثروه قوميه يعتبر. والله بكلمك جد. انا بحب جدا الناس اللي بتنزل من احنا حضرنا الفتره دي يعني العرب اللي كانوا بيجوا، اخواتنا العرب اللي بيجوا ويحجزوا في الفندق ويحجزوا عند عادل امام في المسرح. ده ثروه قوميه. طب مين من الشباب؟ بنادر السحاب. من الشباب اللي بيضحكني الفنان محمد هنيدي طبعا بيضحكني جدا. وبحس الكوميديا بتاعته راقيه برضو. احمد حلمي ده بموت فيه طبعا. يعني انا وولادي واسرتي كلها يعني. وبرضو بحس ان هو بيحترم المشاهد جدا وبيحترم الاسر يعني. دول اكتر اتنين يعني بيضحكوني. واحمد حلمي عليه افيهات يعني ما تحس انها جايه من الهوا بس يوقعك على روحك بالضحك. الناس الشاطره. طيب ايه الدور اللي عجب الفنان جمال يوسف وقال يا ريتني انا اللي عملت الدور ده؟ في دور لفت نظرك كده في مسلسل في فيلم يعني زي ما انت عايز؟ بص هو مسلسل اصدقاء ده انا كنت عامل فيه ضابط مخابرات. كان اخراج الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ. ده كان رائع. مسلسل كان رائع جدا. كنت بحب دور الاستاذ وفيق جدا. طبعا هو الدور مش يعني انا صغير في السن ان انا اعمل الدور ده، بس كنت نفسي ان انا في يوم من الايام ان انا اعمل دور زي ده. دور القاضي والشرف والمهنه اللي هو ممكن يتنازل عن اي حاجه في حقه هو، لكن في حق القانون لا. لو بلدنا دي بقت كده، بقت شخصيه القاضي ده، هنبقى كويسين قوي وهنبقى احسن من كده بكتير. نتمنى. برضو الاستاذ محمد وفيق ده من الناس اللي انا بحبهم جدا. احنا ما جبناش سيرته يعني. مثلا رأفت الهجان مسلسلات كتيره جدا عملها الاستاذ وفيق وما خدش حقه مع الاسف يعني. ده نجم يعني مش النجم اللي هو نجم شباك وكده، ده ممثل مدرسه لوحده. رأفت الهجان المشهد اللي هو كان بيحكي فيه وبيدفن رأفت الهجان وهو لما كان ضابط المخابرات يعني مصر كلها عيطت فيه. برضو الأستاذ نبيل الحلفاوي. أنا برضو قلت أسماء ناس بس في ناس برضو كده من اللي هم إيه يعني نجوم بجد. ايوه صح. بس إحنا مش حاسين بوجودهم معانا. أستاذ وفيق الله يرحمه طبعا، ربنا يخلي لنا الأستاذ نبيل الحلفاوي. الناس دي موجودة وإحنا ما بنستغلهمش. هنستغلهم إمتى أمال؟ يعني مش عارفين نقول ايه، بس هم فعلا ناس يعني شغلهم بيحكي عنهم وقيمه طبعا فنيه كبيره. طيب ايه اكتر حاجه فخور انك حققتها في حياتك؟ ان انا ربيت ولادي كويس. والله لسه كنت هقول ان دي الاجابه. والله والله انا توقعتها. يعني انا بنبسط جدا لما والدي بيشوف ولادي وينبسط منهم، او جدهم وجدتهم من ناحيه مامتهم يعني يشوفوهم ينبسطوا منهم، بيبقى يعني ده الثمره بتاعتي. ما انا بص، ما انا هموت وبعد ما هموت لا ما كلنا يعني ما دي طبيعه الحياه يعني. الواحد لازم يفهم كده يعني. هموت ولادي اللي هيبقوا هم اللي هيشيلوا اسمي بعد كده. لو هم اولاد كويسين هقولوا ابوهم ربهم كويس. ايوه صح. لو هم مش كويسين وهيدعوا لي، لكن لو هم مش كويسين يا رب كل الناس تبقى كده يا رب. ما احنا لو احنا كل واحد مننا اهتم باسرته وربى اولاده كويس هتبقى بلدنا كلها كويسه. صح. طيب عايزين نعرف من الفنان جمال ايه رأيك في الفن الحالي في مصر، سواء بقى سينما او تلفزيون او اي حاجة يعني الفن بشكل عام، ويعني رأيك كمان ان هو في الفترة الأخيرة تعرض لنقد كبير جدا وقال ان هو بيفسد أجيال. أستاذ أكرم أنا أسألك سؤال بس واحد. البيت اللي حضرتك ساكن فيه او اللي شفت والدك فيه وكده دوران شبرا يعني يعني في خمره في البيت وفي بيشربوا خمره وبيعملوا كده واختك بتبقى لابسه قصير قوي جدا جدا يعني ملفت للنظر والكلام ده في المناطق عندنا. هو ده فن يا استاذ اكرم؟ لكن النهارده شوف ليالي الحلميه بتتعرض بقى قد ايه والشهد والدموع والناس بتشوفها وزيزينيا هما بيجيبوا حاجات غريبة على البيت رحمة الله عليه. اسماعيل حافظ يعني رحمة الله عليه لما كان يشوف ممثل لا كده لا المصور ينبه على المصور ما يجيبش رجليها والبسي كده وبتاع. يا استاذي يعني اصلا يعني الوقت الهندي والتركي اللي هو يعني مش زي عاداتنا وتقاليدنا والهندي بيحترموا اللي احنا ما بقيناش.
والناس بقت بتتفرج عليه اكتر. النهارده ليه انا بتفرج على ماسبيرو زمان بتجيب التلفزيون بتجيب هند والدكتور نعمان لسه كان بتعرض اخراج الاستاذ رائد لبيب ده من المخرجين طبعا الممتازين وبرده قاعد في البيت يعني برده شغله قليل جدا جدا لما يبقى عندك مخرجين ده مخرج كوميديا درجه اولى هو اللي عمل الكاميرا الخفيه اللي بتضحكنا لغايه دلوقتي الاستاذ رائد لبيب ده اللي اخترع الكاميرا الخفيه اصلا وقاعد في البيت وما بيشتغلش وتلاقي النهارده البطله بتجيب المخرج اللي هي عايزاه اللي هو يخرج لها. زمان كان المخرج النجم هو اللي بيجيب الكاست النهارده النجم هو اللي بيجيب المخرج فانت هتلاقي يعني الايه اتقلبت يعني ففين الفن بقى النهارده؟ في طبعا ناس قليلين جدا نجوم يعني مثلا زي الاستاذ احمد مدحت في الاخراج ده نجم مثلا من اللي انا اشتغلت معاهم اكيد في ناس تانية انا ما اشتغلتش معاهم ده مثلا بيختار كاستو بعنايه جدا جدا. طيب بما ان احنا اتكلمنا عن الكاميرا الخفيه معلش عندي بقى سؤال بما ان احنا داخلين على رمضان ومقالب رمضان وانا عارفه ان حضرتك ما بتحبش المقالب دي، ايه رايك في البرامج بتاعه المقالب دلوقتي؟ هل انت شايف ان دمها تقيل ولا شايف ان او ما بتضحكش ولا انت شايف ان لا لطيفه ودمها خفيف وكل الكلام اللطيف ده؟ انا اللي كان بيضحكني استاذ ابراهيم نصر والكاميرا الخفيه بتاعه الاستاذ اسماعيل وكان في برضه ناس اللي هم كانوا مع الاستاذ فاضل المهندس وليه في الفنان حسين الامام عمل كاميرا حسين الامام ده انا ما كانش بيضحكني خالص. حسين الامام ده ما كانش بيضحكني خالص يعني قبل كده لما عمل الكاميرا الخفيه دي بقت يعني على روح من الضحك كان كل الناس بتقعد في البيت تتفرج عليه طبعا الله يرحمه ولحد دلوقتي لما بنتفرج عليه بنضحك. لكن فكره المقالب دلوقتي مش يعني انا اجيب واحد النهارده نطته في الميه واخليه يغرق يموت. طب افرض عنده ازمه قلبيه ولا عنده مرض ولا عنده بتاع هيموت يعني. طب مش عايز اتكلم رايك يعني في برنامج الصدمه ولا ما لسه يعني ما شفتوش؟ هو في موسم جديد لا ما شفتش الصدمه ده يعني حد بيصدم حد يعني؟ لا طب ايه المقلب اللي يضحك الصدمه؟ لا هو مش هو الى حد كبير انساني اكتر لان هو بيعمل ايه مثلا حضرتك وابنك فابنك بيعترض مثلا يعني حلقه من حلقات ابنك بيعترض على اسلوبك معاه ان انت مش راضي تجيب له مثلا شوكولاته او حاجه فيبتدي الناس هم كل اللي حواليك ممثلين ايوه كل اللي حواليك قصدي بشر عاديين وانت وابنك ممثلين بتمثلوا على الناس فيبتدي ابنك سوري يعني يشتمك او يعمل سلوك غير حضاري فبنشوف سلوكيات الناس هل هم هيقاوموه؟ شفت البتاع ده في سوبر ماركت تقريبا أيوة حاجه زي كده بالظبط كده هل هم هيقاوموه؟ لا ده كويس ده فظيع ده يعني حسيت ان هو يعني بيعلم برضه بيعلم كتير وبيعرفك برضه الناس يعني مثلا البنت اللي كانت بتشتم مامتها انا شفت الحلقه دي في مدينه نصر وسوبر ماركت كبير هناك وبعدين واحده قالت لها انا مش مصدقه انت بتعملي ازاي كده في مامتك وبتاع وكلام ده طبعا شيء كويس لكن اجيب واحد النهارده ارميه من الطياره ولا ارميه من البتاع طب انا بخاف يعني انت لو عبال ما تبقى مفيش امتاع للناس احنا مرضى لو احنا استمتعنا بده يعني رميتني في الميه انا ما اعرفش اعوم طب انا ممكن اموت من فوبيا الميه نفسها من غير ما يحصل ايه من غير ما اغرق يعني ممكن اخاف من الصدمه. هو الضحك بقت على مصايبنا دلوقتي مش الضحك على الضحك على رعب وخوف الناس. لكن شوف ابراهيم نصر ده والاستاذ رائد لبيب يعني حاجات بتضحك وبسيطه وبسيطه وبعدين توعي وبعدين حاجات ما تتوقعهاش بخ يعني وبعدين كشكشها ما تعرضهاش وبتاع لسه حاجات لسه في دماغك لغايه دلوقتي وانفخ البلالين عشان انفخ البلالين انا جيت عشان عيد الميلاد لا كانت يعني حتى بص شوف كل اللي في الاستوديو ضحكوا وابتسموا عليه لكن الحاجات التانية دي انت بقى واحد وقع من البتاع وولع فيه ونشوف الممثلين وهم متبهدلين وطلع عينيهم وتكرههم هم بيشتموا شتايم غريبه طيب الفنان جمال بيكون قاعد في البيت مواطن مصري عادي بيتابع التلفزيون مين اللي بتحب تتفرج عليه بقى من الاعلاميين يعني شايف عنده مصداقيه نقدر نقول الى حد ما؟ انت بتدخلني في المشاكل مش عارف يعني عادي قول لنا بقى اكتر حد بتحس ان هو لما اكون عايز اعرف الخبر عايز اتاكد منه الراجل ده صادق وبيقول يعني بيتكلم بمهنيه وكل حاجه مين الفنان جمال يوسف بيجيبه؟ انا بحب مثلا الاستاذ معتز الدمرداش تمام بحب الاستاذ وائل الابراشي والولعه اللي بيولعها في الاستوديو لمجرد الولعه يعني لكن بيني وبينك انا يعني بحس ان احنا الاعلام بتاعنا كده يعني مش لا يعني ما بصدقهمش في حاجات كتير يعني بحب عمرو اديب طبعا اضحك برضو على ده دمه الخفيف وكده لكن لا ما بصدقش الحاجات دي. هو كله رجولي كده ايه مفيش ستات خالص؟ لا يعني ما كنت بحب رولا خرصه بس بقى لها فتره من تقريبا ما شفتش حاجه ترجع الفتره اللي يعني كنت بحبها طبعا كنت بحس ان هي
لكن انا بحب يعني بلاقي النقيض يعني بلاقي النقيض يعني الحاجه ونقيضها في نفس الوقت في نفس المذيع. يعني مثلا ايام الثوره حتى كنت الاقي مثلا مذيع مثلا تبقى متضايقه من الثوره وبتاع، وبعد كده بعد كده تقعد تشتم في الرئيس السابق حسني مبارك يعني فانا بتضايق من الحكايه دي. تغير المواقف وتغير المبادئ. انا كنت اقدر اشتم يعني الرئيس حسني مبارك وهو موجود؟ لا يعني لا كل واحد ليه يعني. انا طبعا مش مع ولا ضد مش يعني عموما الاحترام للشخص ده كنت بشوف الرأي نفسه وبرضو يعني بحس كده ان هم حسب يعني، والناس فهمت كده يعني، الناس ابتدت تتضايق. بيفكروني بالاعلام الجبلزي. الاعلام الجبلزي ده اللي هو جوبلز طبعا، مش عارف انتوا عندكم خلفيه عنه ولا لا، وزير دعايه هتلر. ان انا اوصل المعلومه اللي انا عايز اوصلها. لا انا مش عايز المعلومه اللي انت عايز توصلها، انا عايز الحقيقه. كل واحد بيطلع لي في البرنامج من دول، معلش انا مش بتكلم على حد معين يعني، بيقول لك انا الحقيقه ومعايا ورق وده الحقيقه والتاني يقول لك لا والتاني الضيف التاني يقول لك الحقيقه وانا معايا مستند. انا ما شفتش المستند بتاعك ولا المستند بتاعه. ما شفتش حاجه. وبعدين اتقفل في الموضوع في الاخر، الموضوع بقت حريقه وبقوا بيزعقوا لبعض. يعني انا نفسي اتعلم من الاستاذ طارق حبيب. بشوف برامجه دلوقتي يعني مش جايب الضيف يهزقه وبيتكلم معاه وبأدب وبالشياكه. طبعا انت شفتوا طارق حبيب مسبيره زمان بيعيد البرامج دي كلها، اساس الاعلام. وبعدين تقعدي مستضيف الاستاذ يوسف شاهين تستفيدي، تستفيد الفنان احمد زكي، تستفيدي الفنان نور الشريف. لا يعني طب مين الاعلامي الفنان جمال يوسف اول لما بيشوف على التلفزيون بيقلب على طول بيمسك الريموت بيقلب؟ لا انا ما بقلبش على حد منهم، بتفرج على حد منهم بس ما بشغلش، ما بسيبلهمش دماغي. اسمع يعني بسمع خلاص. ان ساعات بتبقى الحلقه اعرف ايه الجديد يعني ساعات بتبقى الحلقه حلقه كوميديه مثلا زي المستشار مرتضى منصور لما يطلع ولا بتاع، انا بحب اتفرج عليه، بحس ايه نوع من يعني بحس بالكوميديه يعني اتفرج على المسلسل يعني مثلا ايه يعني المستشار مرتضى مثلا لما تيجي تتكلم معاه، بس انا ما فيش حاجه كده عليا ولا عندي يعني ممكن يحصل اي مشكله. لا ما فيش اي يعني مثلا تيجي كده بقول لك انت محترم، انت مش عارف، مجرد انت بس تختلف معاه انت سيديهاتك عندي. طب بحاول يعني انا يعني برضو ايه ممكن اكون خدت من كلامك ان انت بتحاول تقلد الناس او ممكن تقلد حد انت بتشوفه فكاهي بتشوفه على التلفزيون، ففي حد تقلده لنا مثلا؟ لا انا مش في التقليد قوي يعني بصراحه يعني مش قوي، يبقى في نص والله ما جاي يعني يعني في حد معين انت طريقته عمرو اديب مش عارف ايه اللي انت عايزه؟ كان الاستاذ حسين عماره، بس انا مش عارف انتوا ما تعرفوش، حتى لو انا قلدت انتوا مش هتبقوا عارفين شخصيته. لا هنعرف. كان الاستاذ حسين عماره هو منتج، هو اللي عمل بخيل وانا استاذ البخيل وانا وعمل مسلسل ده مخرج يعني، بس انا كنت بحب الراجل ده جدا جدا، وكان عصبي قوي بس كان فنان وكان بيحب اللي بيحبه يقعد يزعق له. فكان ايه هو اللي بيتفق على الفلوس وهو اللي بيخليك. فمره كان الاستاذ محمد رياض داخل يتفق معاه على مسلسل وكده وبتاع، فقال له يا استاذ حسين احنا عايزين نعمل كذا ونزود الحته دي من الدراما. قال له برافو عليك انت فنان يا ابني. وبعدين قال له طب احنا ممكن من الحلقه السادسه نعمل كذا. برافو عليك يا رياض انت فنان، انا متوقع فيك. وبيعمل معانا احنا كده برضو. يقول له مثلا مش عارف طب اللي بتاع، يقول له ايوه الخيط ده لازم يتزود وبتاع وكلام من. قول له بالنسبه للفلوس يا ريس احنا ممكن نزود. قال له انت ابتديت تخرف يا استاذ رياض. كله تمام يقلب في لحظه طول ما انت بتتكلم عن اي حاجه في الاحداث معاك، لا تتكلم في الفلوس يعني كده عشان كده عمل البخيل وانا استاذ. لا هو كان ساخي بطبيعته بس منتج في الاخر طبعا. طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع الفنان الجميل جمال يوسف، والوقت معاه بيجري بسرعه جدا وفي اسئله كتير عايزين نسألها ليه طبعا، وإن شاء الله نلحق يعني نسألها. ولكل الناس اللي حابة تسألوا أي سؤال سواء على الصفحة أو على التليفون، احنا يعني ما تكسفوش واسألوا اللي انتوا عايزينه. ورقمنا هو 01960 393. أقول أنا عشان بس انت بقى ما تقولوش المرة خدمة العملاء. وصفحتنا راديو البوابة نيوز بالعربي، وكمان صفحة البرنامج بوابة النجوم بالعربي. معاناة البنات كل يوم. مش عارفه البس ايه بكره وانا رايحه الجامعه. طيب احط مانيكير ولا اعمل فرنش؟ فاشونيستا. ارسم حواجبي ولا احط كحل؟ لا الكحل مش بيليق عليا. ايه ده، انا كمان عندي فرح اخر الاسبوع. فاشونيستا. بفكر البس فستان طويل بس القصير شكله بيبقى احلى عليا. طيب بالنسبه للميك اب
احط فاونديشن ولا باودر؟ طيب ما احط الاتنين مع بعض. فاشونيستا. وكمان هرسم عيني بالايلاينر. لا هحط ماسكارا. يا بقى انا زهقت من الحيره اللي انا فيها دي، ما بقتش عارفه اعمل ايه. اسمعوا فاشونيستا وهي هتقول لكم تعملوا ايه. فاشونيستا مع بسنت خالد كل يوم خميس الساعة 6 مساء. فاشونيستا على راديو البوابة. على راديو البوابة. فاشونيستا. ادعي عليكم واقول ايه؟ ربنا يوفقكم، ربنا يكرمكم، ربنا يخليكم دايما كده انجح شباب في الاعلام واوسع بوابه واوسع دماغ في الميديا كلها. عمرو رمزي. تقدروا تسمعونا في كل مكان. نزل ابليكيشن راديو البوابة من بلاي ستور وعيش مع راديو البوابة. راديو البوابة يسمعك قبل ما تسمعه. كل اللي بيحبوني وعايزين يسمعوا أخباري يتابعوني على راديو البوابة. وفاء سالم. انتوا لسه بتسمعوا بوابة النجوم على راديو البوابة. ورجعنا لكم تاني. بس انت تحس ان كان جاي من مشوار تاني. كنت بجري. ورجعنا لكم تاني ولسه منورنا ضيفنا الجميل الفنان جمال يوسف. يعني مش عارف يعني بتحبي ترتاحي؟ طب نطلع فاصل مخصوص يا جماعه. اصل الاغنيه كانت خدناها من النادي، كانت بتتمرن فجبناها. يلا يا بس جاي من اسكندريه، جاي من اسكندريه. الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا اكرم. طيب عاوزين نسال الفنان جمال يوسف، هل انت راضي بقى عن مشوارك الفني وشايف ان انا حققت اللي انا عايزه وده اللي كان في احلامي، ولا لا انا لسه في حاجات كتير قوي ما حققتهاش؟ اولا هو فين مشواري ده؟ يعني انا مش حاسس. لا طبعا لا مش حاسس طبعا، مش حاسس ومش راضي طبعا. ما عملتش اللي انا عايزه اعمله. يعني الممثل بيبقى جواه حاجات كتيره جدا جدا، وبتضايق كل شويه لما العمر بيكبر بيا وفي حاجات انا ما اقدرش اعملها. يعني مثلا ما اقدرش ارجع اعمل شباب تاني مثلا وكده. يعني بس في ناس كتير يعني بيومي فؤاد. يعني طب انا كان واحد صاحبي دايما يقول لي ايه، مدير انتاج هو يقول لي انت هتاخد ادوار احمد خليل لما يكبر. طب انت مستني لغايه لما اطلع معاش؟ طب انا ممكن اموت في السكه يعني ما اكملش المعاش. لا بيبقى في كل عمر زمني ليه حلاوته. ففي اوقات كتير جدا بيضيع مني عمر انا ممكن اعمل فيه ادوار معينه ما بعملهاش. بس انت يعني مثلا هل انت مبسوط بالاعمال وتاريخك لا مش تاريخ ده، يعني مش تاريخ. يعني بالنسبه لي الاعمال اللي انا عملتها دي يعني نادر قوي ان انا مثلا حابب حاجه منهم اللي انا عملتها. اصلا انا ما بقدرش اختار. يعني في حاجات بتبقى مجبر عليها، مجبر عليها يعني محتاج برضو فلوس لظروف الحياه والمسؤوليات اللي عليك. طيب ايه الجديد للفنان؟ انا بعمل مسلسل اسمه الظاهر دلوقتي مع الاستاذ محمد فؤاد واخراج الاستاذ ياسر زايد وبطوله الاستاذ تامر عبد المنعم، تاليف الاستاذ تامر عبد المنعم، وهو برضو في البطوله معانا في المسلسل.
وبعمل السرايا بتعرض طبعا على اون. طب الاول الدور مثلا في ولو الدور اخواني، شخصيه اخوانيه يعني كده، فحاجه انا حاببها جدا جدا، حاجه جديده عليك. ويمكن دي الصوره اللي انتم منزلينها على الاعلان بتاع الاعلان. وبعمل مسلسل مع السرايا اللي هو بيتعرض على اون دلوقتي، بيتعرض حاليا. وبعمل طاقه القدر مع حماده هلال، اخراج الاستاذ محمد مصطفى، ده برضو هيجي في رمضان، بس مش عارف بقى هيتعرضوا في رمضان امتى، ومش عارف يعني لسه الخريطه الرمضانيه. بس طيب. الدور بتاع محمد فؤاد ده انا عاجبني جدا، المسلسل بتاع اخراج الاستاذ ياسر زايد ده، ان عامل شخصيه جديده عليا. ده في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، بالتوفيق يا رب في كل يعني في 3 اعمال في رمضان. لا انا ما اعرفش هيتعرضوا مش هيتعرضوا، احنا بنمثل ومش عارفين يعني. انا كنت عارف ان هو هيتعرض قبل رمضان، وبعدين قالوا لنا هيتعرض في رمضان، فمش عارف لغايه دلوقتي هو هيتعرض ولا مش هيتعرض يعني. لا الظاهر واللي هم الظاهر ده اكيد في رمضان. ده في رمضان. وحماده هلال برضو، حماده هلال اكيد في رمضان، ده مش عارف اذا كان هيتعرض ولا مش هيتعرض يعني. بس برضو في رمضان برضو انا نفسي رمضان يعني يرجع مسلسل ديني زي زمان، ويبقى نحس بجو رمضان يعني انا حتى لو جالي رمضان المسلسل في رمضان اتعرض، ده مش هيبقى حاجه كويسه بالنسبه لي يعني، ان طبعا كميه المسلسلات الكتيره بتخلي الناس ما تقدرش تتابع. ايوه صح. فالناس بتتابع بعد رمضان، بس الناس بتتابع بعد رمضان بيقعدوا بقى فاضيين. بس ممكن تلاقي واحد رخم يحرق لهم المسلسل، يعني كل واحد رخم يتفرج. ما بحبش الناس يقولوا وهيتقتل الحلقه الجايه يا عم اسكت اعمل معروف. انا ما حد بيحرق لي حاجه انا خلاص مش حاجه. طيب يعني بما ان حضرتك كنت بتتكلم برضو ان في اعمال ممكن تكون عملتها عشان خاطر ان هو انا محتاج فلوس الفتره دي ومسؤوليات وكل حاجه، بنشوف فنانين كتير بيكون ليهم البيزنس الخاص بيهم في غير بقى المجال الفني. هل فنان جمال يوسف فكر ان هو يعمل مشروع خاص؟ انا طبعا انا موظف في مسرح الدوله، تمام، فطبعا ليا مرتب وكل حاجه، بس المرتب ممكن يجيب لي بس عيش حاف يعني، ما يجيبليش اي حاجه، ما يكملش اي حاجه تانية. لكن طبعا لا يعني التمثيل بالنسبه لي هو الاساسي في شغلتي يعني. لكن ما حدش عرض عليك، بنشوف فنانين بقى بيبقوا شركاء في مطعم مش عارف. خلي بالك يا اكرم انا مش نجم يعني. لا حضرتك نجم. لا ربنا يبارك. لا انا بص انا عارف يعني قدر نفسي يعني انا مش نجم زي النجوم دول مثلا باخد ملايين وبتاع وكلام من ده، فعملت مشاريع ما يعني انا لو خدت المليون هقعد في البيوت بعد كده يعني مش هعمل حاجه. عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، انا وجهه نظري الشخصيه ان النجم مش بالملايين اللي بياخدها، النجم بحب الناس. في ناس كتير ممكن تحب شخص اللي هو مش بياخد ملايين زي، بس ده بالنسبه لهم انا بحب الفنان ده، وفي شخص تاني بياخد ملايين بس انا مش بحبه زي الفنان. ماشي صح، بس ما اقدرش اعمل يعني، مش هقدر اعمل حاجه مثلا هقدر اعيش كويس، هعلم ولادي كويس، صح، هدخله مدرسه كويسه، هركب عربيه كويسه مثلا كده، ده اللي هقدر اعيشه. لكن مش هقدر يبقى عندي فائض ان انا مثلا اعمل مشروع تجاري من داخل التمثيل. ايوه صح. طيب للاسف احنا بنوصل لنهايه حلقتنا، فحابين يعني الفنان جمال يوسف ايه الرساله اللي ممكن تقولها لكل الناس اللي بيحبوك؟ انا عايز بس لا مش لكل الناس اللي بتحبني، بس كل المصريين يعني، نفسي يرجعوا الرساله تاني، او المشهد اللي حصل في اخر مشهد في رأفت الهجان بين محمود عبد العزيز وحمدي الوزير. كان حمدي الوزير صح؟ كان عامل ضابط المخابرات. ايوه هو لما بيقول له بلدنا حلوه وتستاهل، فبلدنا حلوه وتستاهل وتستاهل. ونفسي برضو ليا رجاء عندكم برضو، كان في اغنيه كنت انا يعني كنت بحبها جدا، يعني فعلا بلدنا كده اللي هي اللي بنى مصر في بوابه الحلواني. ايوه كان في الاصل حلواني. ده يعني مين؟ بليغ حمدي وعلي الحجار يعني. دي اكيد خلاص هنختم بيها وبنهديها لحضرتك اكيد، نديها لكل المصريين، كل الناس طبعا، لكل المصريين. بلدنا حلوه فعلا وتستاهل. والله حضرتك نورتنا جدا جدا. انا اللي سعيد جدا ان انا معاكم والله، وانتوا جمال والله. على حضرتك والله. الله يخليك. يعني بنشكر الفنان الجميل جمال يوسف، وبنتمنى له التوفيق في كل شغله يا رب، ودايما كده في نجاح، ودايما نشوفك مبسوط كده وبتضحك يا رب، لان من الناس اللي ضحكتها بشوشه وجميله جميله الواحد يقعد معاهم يكون مبسوط. فبنشكرك للمره الثانيه، ويا رب كده نعمل معاك حلقه في المره الجايه ويكون مزيد من النجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ادعوا لنا ان شاء الله ان شاء الله. يعني بنشكر كل اللي تابعونا النهارده، وكل اللي كلمونا، وكل اللي بعتوا على صفحه بوابه النجوم او على راديو البوابه نيوز. وبنشكر كمان مهندس الصوت محمد الكاشف. في حد عايزه تقولي حاجه يا بسنت؟ لا انا كنت اشكر محمد انا حسيت ان انت عايزه تقولي حاجه وانا بشكرك يا بسنت. طبعا بسنت خالد الزعفراني لازم اسم العيله لازم يتقال.
واستنونا ان شاء الله يوم الثلاث وحلقه جديده من برنامج بوابه النجوم.